منذ احتلالها للجزائر دخلت فرنسا في مواجهة المغرب في إطار مشروع الإمبراطورية الفرنسية في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. ولم يكن سقوط المغرب تحت الاحتلال نتيجة مواجهة عسكرية اندحرت فيها القوى المغربية أمام القوى الأجنبية، بل كان ذا طابع أخطر وأوسع، وكان نتيجة لسياسة الاستنزاف التي استهدفت المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وقضت على مناعتها وانسجامها، وسهلت التغلغل العسكري الفرنسي ومهدت الجو لعقد معاهدة الحماية. وكان استقرار الفرنسيين في الجزائر بداية سلسلة استنزاف المغرب ونهاية عهد التعايش السلمي الذي توصل إليه المغرب والعثمانيون بعد سنين طويلة من الأطماع والمواجهات. بدأ الغزو الاستعماري الفرنسي للمغرب منذ سنة 1836، واستمر مسلسل الاستنزاف والإضعاف ونهب الثروات إلى حدود فرض الحماية سنة 1912، وظلت الصحراء الشرقية المغربية بخيراتها بيد فرنسا إلى حدود سنة 1962، عندما تخلت عنها باريس بغير وجه حق للجزائر بعد الإعلان عن استقلالها، وانتقلت الصحراء الشرقية من الاحتلال الفرنسي إلى الاحتلال الجزائري. لقد تعرض المغرب للتمزيق على امتداد تاريخي، حيث سلبت منه موريتانيا وسلبت سبتة ومليليا والجزر الجعفرية، وقامت السلطات الاستعمارية الفرنسية في سنة 1950 باقتطاع الصحراء الشرقية التي تضم حاليا ولايتي تندوف وبشار من الأراضي المغربية وضمتها للحدود الجزائرية. ويعد هذا خرقا لاتفاقية اللمغنية بشأن الحدود الموقعة سنة 1845 التي نصت بشكل صريح على إبقاء الحدود كما كانت عليه بين المغرب والدولة العثمانية دون أي تعديل. وكانت فرنسا قد عقدت العزم خلال الفترة الاستعمارية على ضم الجزائر نهائيا إلى فرنسا واعتبارها أرضا فرنسية من أقاليم ما وراء البحار، ما دفعها للتلاعب بخرائط المنطقة، واستفادت بذلك الجزائر من توسيع مساحتها الجغرافية على حساب الدول المجاورة لها وبدرجة أكبر المغرب. بعد اكتشاف مناجم وثروات طبيعية في مواقع مختلفة من الصحراء الكبرى، خطط الفرنسيون لإقامة نظام خاص بالمناطق الممتدة من موريتانيا إلى حدود السودان عبر الجزائر ومالي وتشاد في إطار مشروع المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية المعتمد في باريس بموجب قانون 10 يناير 1957، وهو المشروع الذي تحفظ عليه المغرب كما يظهر من وثيقة رسمية لوزارة الخارجية مؤرخة في 8 غشت 1956. لجأت فرنسا إلى أسلوب المراوغة والإغراء، حيث سعت إلى كسب ود الشخصيات النافذة في الصحراء الشرقية، وعرضت فرنسا على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها شريطة تأسيس الشركة الفرنسية المغربية المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية المكلفة باستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثا في الصحراء، ووقف دعم الثورة الجزائرية. لكن الملك محمد الخامس رفض العرض الفرنسي، مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل عن طريق المفاوضات بين الحكومة المغربية والحكومة الجزائرية بعد أن تحصل الجزائر على استقلالها، باعتبار أن الجزائر لا يمكن أن تتنصل من التزاماتها تجاه المغرب. كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف الدعم المغربي المستمر للثورة الجزائرية، بحيث أن المغرب كان يستضيف قادة الثورة وخاصة بمدينة وجدة شرق البلاد، كما كان يوفر إمدادات السلاح للثوار، وهو ما كان يقض مضجع الاحتلال الفرنسي. وكانت فرنسا من خلال سياسة الضم تعتبر أن الجزائر ستظل تحت سيطرتها، بل كانت تعتبرها مقاطعة تابعة للأراضي الفرنسية، وأن كل اقتطاع من أراضي المغرب وضمها للجزائر ستصبح أراضي تابعة لها، في حين كانت تدرك أن المغرب سيستقل يوما لتعطي المقاومة المغربية أكلها، ويتمكن المغرب من الاستقلال سنة 1956 مستمرا في مساندة المقاومة الجزائرية التي تلقت الدعم الرسمي والشعبي المغربي. في سنة 1958 احتج المغرب على التجربة النووية الفرنسية التي قامت بها بمنطقة الركان بالصحراء الشرقية، إذ دعت الرباط آنذاك إلى توقيف التجارب النووية باعتبارها تقام على جزء من التراب المغربي ودون موافقة أصحاب الأرض الشرعيين.
في 25 فبراير 1958 عندما قرر الملك محمد الخامس القيام بزيارة لقرية محاميد الغزلان، وجد في استقباله حشودا غفيرة من أبناء الصحراء ومن الواحات الجنوبية ومن بلاد نون والساقية الحمراء ووادي الذهب والصحراء الشرقية. وأكد في خطابه التاريخي مواصلة العمل على استرجاع الصحراء وكل ما هو ثابت للمملكة بحكم التاريخ ورغبات السكان. في السادس من يوليوز 1961 زار رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس الرباط، والتقى بالعاهل المغربي ووقع اتفاقا حول المسألة الحدودية يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر. ونص الاتفاق السري الذي وقع من طرف الحسن الثاني وفرحات عباس على تأكيد حكومة المغرب مساندتها غير المشروطة للشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال ووحدته الوطنية، واعتراف الحكومة المؤقتة الجزائرية بأن المشكل الحدودي الناشئ عن تخطيط الحدود المفروض تعسفا فيما بين القطرين سيجد له حلا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر المستقلة. وبعد اتفاق إيفيان وافق الوفد الجزائري الذي شارك في المفاوضات مع فرنسا على استفتاء تقرير المصير الذي صوت فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا عام 1962. بادر أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر التأكيد على أن التراب الجزائري جزءا لا يتجزأ، ورفض فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض حررت بدماء الشهداء للمغرب، مع العلم بأن الجزائر حاربت الاستعمار الفرنسي وطردته من أراضيها بفضل مساندة المغرب شعبا وحكومة وملكا. تغير موقف الجزائري وخرقت الجزائر عهودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاقية السادس من يوليوز 1961، وحاولت ضم جزء كبير من الأراضي الشرقية بدون علم السلطات المغربية، ورفضت مطالب المغرب حول الحقوق التاريخية والسياسية للمغرب رغم الإقرار في الاتفاق الرسمي مع المغرب بوجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا، ورأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية. وأكد الملك الحسن الثاني بعد توليه العرش استمرارية التضامن المغربي مع الجزائر لبناء وحدة المغرب العربي المنشودة، وزار الجزائر بعد استقلالها في 13 مارس 1963 حاملا معه الاتفاق على أمل بدء المفاوضات لحسم قضية الحدود وفاء بالالتزام الموقع إبان الثورة، غير أن الرئيس الجزائري أحمد بن بلة طلب تأجيل هذا الأمر متعللا بأن بلاده تركز على استكمال بناء مؤسسات الدولة قبل أن يشن الإعلام الرسمي الجزائري حربا دعائية ضد المغرب تحدثت عن نواياه التوسعية، الأمر الذي انتهى إلى نشوب حرب الرمال في أكتوبر من العام نفسه والتي أكدت القطيعة بين البلدين. انتصر المغرب انتصارا مهما في حرب الرمال، وكان قريبا من استرجاع تندوف وكل المناطق الحدودية لولا تدخل الملك الحسن الثاني الذي أمر بوقف الحرب. وبسبب صعوبة استغلال الحديد المكتشف بالصحراء الشرقية والكلفة الكبيرة لنقله من منطقة تندوف إلى الساحل المتوسط شمال الجزائر إلا بنقله عبر الصحراء في اتجاه المحيط الأطلسي، دخل الطرفين في مفاوضات تتيح الاستغلال المشترك لمناجم الحديد مقابل الاعتراف المغربي بجزائرية منطقة تندوف. كان من ثماره مفاوضات إفران في 15 يناير 1969، ثم مفاوضات 27 مايو 1970، وبعدها اتفاقية حسن الجوار في 15 يونيو 1972، والتي انبثقت عنها معاهدة حول الحدود المغربية الجزائرية تندوف والمشاركة في إنتاج وتسويق حديدها، بالإضافة إلى دعم الجزائر لمغربية الصحراء. لكن سرعان ما تحول الموقف الجزائري وانقلب رأسا على عقب بدءا من سنة 1975، وتم طرد 45,000 مغربي ردا على المسيرة الخضراء السلمية التي من خلالها استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية. كان للجزائر حلم ولا زال يراودها من خلال دعمها الانفصال في المغرب وخلق كيان تابع للصحراء، وهو الحصول على إطلالة نحو المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى أنها كانت تهدف إلى عزل المغرب عن باقي القارة الإفريقية، وجعلت من المغرب الذي يسعى للحفاظ على وحدته الترابية ومصالحه العليا عدوا أبديا.